السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال ان شاء الله. النهارده يا حبايبي معانا فيديو جديد، واحنا بنكنس الشارع مع بعض. تعالوا كده يا حبايبي نشوف الشارع كده واحنا بنكنسه. شايفين يا حبايبي الزبالة اللي في الشارع؟ ما ينفعش نسيب شارعنا كده، لو الشارع وسخ يبقى بيتنا وسخ، ما ينفعش. اهم حاجة النظافة يا حبايبي، والنظافة من الإيمان. الشارع لو نضيف يا حبايبي البيوت كلها هتبقى نظيفة. احنا عاملين كل واحدة يوم بنكنس الشارع ده، احنا وجيراننا. لازما كل يوم واحدة فينا هي اللي بتطلع تكنس الشارع. النهاردة يوم يا حبايبي حبيت اصوره معاكم. تعالوا كده شوفوا بعد ما كنسنا الشارع لو وصلتوا معايا لحد هنا يا حبايبي ما تنسوش اللايك والاشتراك علشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة. واهم حاجة قبل ما نعمل اي حاجة لازم نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الا بذكر الله تطمئن القلوب. تعالوا يا حبايبي كده، تعالوا شوفوا بعد ما خلصنا. وبعد ما اخلص معاكم الشارع لازما ايه اللي اتعمل اول يا حبايبي؟ مكان ما انا بكنس الشارع يا حبايبي الدنيا كلها طلعت عفرت عندنا، البوابه طبعا والشبابيك والبيبان. هنفضها معاكم قبل ما اخش انام جوه، لازما دولت يتنفضوا معانا واكنس المدخل بتاعنا، وهوريكم وانا بكنس المدخل وامسحه. اهم حاجه يا حبايبي النظافه، والله العظيم النظافه ديت بتريح الجسم. قومي بس كده وما تكسليش، وقومي شوفي يلا لو حاجه عندك عايزه تتعمل، شغلي الفيديو بتاعي واتفرجي عليه، وقومي يلا روقي الدنيا معانا. اهوت ما شاء الله اهوت بكنس في الشارع اهوت، وعادي والشغل عادي وبسيط مفيش اي مشكله. قومي بس كده وما تكسلي. لو حاجه ما عجبتكوش من اللي انا بعملها في الفيديوهات لو سمحتوا تكتبوا لي في التعليقات، ممكن اعدل منها يعني عادي، احنا اخوات مفيش اي مشكله. ادينا اهوت هلم الزباله الاول ديت وهبدا بقى. كان بحب ارش الشارع يا حبايبي، طول ما احنا راشين الشارع ما بيبقاش فيه عفار بيخش لنا، ما رشيناش الشارع بتبقى الدنيا كلها تراب يعني. ادينا اهوت هجيب بقى معاكم حته قماشه كده وهنفض الشبابيك. هتشوفوا تنفيذ الشبابيك اهوت، لازم ننفضه يا حبايبي. شايفين التراب اللي بيطلع منه؟ ما ينفعش نسيب الشباك متطرب كده. وبعدين هروح معاكم على البوابه ان شاء الله هنفضها هي كمان، وبعدين هخش على المدخل. اهم حاجه يا حبايبي النظافه. قومي بس كده وما تكسليش، ولو وصلت معايا لحد هنا ما تنسيش اللايك والاشتراك علشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديده. وبكفايه دعوه حماية وحماتي يا حبايبي، ربنا يبارك لهم يا رب، دايما بيدعوا له، ربنا سترها معايا في كل حته. وانت بتكنسي الشارع كده جميع حد معدي لازم يدعي لك، يقول لك ربنا يديك الصحه يا رب ويوفقك. بكفايه الدعوه ديت يا حبايبي، انتوا محتاجين ايه تاني؟ ده بكفايه الدعوه ديت بتحسي ان انت خلاص رفعت من روحك المعنويه. بصي بتبقى عايزه تهدي الدنيا دي كلها وتبنيها، وعادي مفيش اي مشكله. ديني بنفض البوابه اهوت معاكم، وهخلص البوابه ان شاء الله واخش اوريكم المدخل بتاعنا كده. يعني ان شاء الله هيعجبكم يعني ما شاء الله. واحنا يا حبايبي في اخر الشارع بتاعنا كده الجامع بتاعنا، يعني ما ينفعش يكون الناس داخله تصلي في الجامع ويلاقوا الشارع بتاعنا مش نظيف، ما ينفعش. لو في دفنه ولا حاجه في الشارع يبقى الشارع نظيف والناس قاعده مرتاحه، والمصاطب بتاعتنا كده لازم أن تكون نظيفه. حتى لو حد قاعد على المصاطب يا حبايبي هدومه ما تتبهدلش وهو رايح يدفن ولا كده، ما ينفعش. ولازم بنطلع كل من الميه بره كده لما بيكون في دفنه في الشارع، حتى لو الناس حبت تشرب يكون الميه نظيفه كده وتحطها في الشارع يشربوا منها. واهم كل حاجه بصوابها يا حبايبي. وادينا اهوت معاكم اهوت وانا بروق بقى، شايفين المدخل معايا مش نضيف ازاي؟ قومي ما تكسليش، وكل حاجه سهله وبسيطه. قومي كده بس شغلي الفيديو واتفرجي عليه وانت هتلاقي كل حاجه في ايدك سهله وبسيطه. انا عارفه ان انتوا بتعملوا احسن مني، بس برضو احنا اخوات ولازم تدعمونا ونشتركوا في القناه مع بعض كده، وفعلوا زر الجرس اهوت. شايفين اهوت حماية ربنا يبارك في عمره اهوت يا رب، طالع فوق اهوت، ربنا يخليه لنا يا رب ما يحرمناش منه. واحنا دلوقتي مع بعض هنكنس السلم مع بعض اهوت، هوريكم وانا بكنس السلم. وبعد ما اكنسه همسحه وهتلاقي الدنيا كلها راقت كده، وانت قاعده مرتاحه ومطمنه ان الحته عندك كلها نظيفه. لو حد دخل على فجأة هيلاقي البيت كله نظيف. الناس الكبيره ديت يا حبايبي بكلامها حكمه، يعني عندنا ست الكل ربنا يخليها لنا يا رب، دايما تقول ايه؟ اكنسي ورشي ما تعلميش مين اللي هيخش، يعني ممكن حد يطب عليك على فجأة. لازم يا حبايبي يكون بيتكم نظيف، ما ينفعش يكون بيتك وسخ كده وحد جاي هتبقى قاعده ومحروجه ومش هتبقى عارفه تعملي حاجه. ولاي وانت تنحط في الموقف ديت ليه يا حبايبي؟ قومي كده بس وما تكسليش والله، وهتلاقي كل حاجه في ايدك سهله وبسيطه. واهم حاجه طول ما انت شغاله اذكري الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. طول ما انت شغاله قول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طول ما انت بتقولي الدعوه ديت ربنا بيسهل لك كل حاجه. وبكفايه دعوه حماك وحماتك يا حبايبي، طول ما هم بيدعوا لك اعرفي كده ان انت هتبقي ماشيه دايما وانت مستوره، والله فعلا ربنا يسترنا يا رب. واحنا يا حبايبي في بيت عيله دايما كده. بصي يومك كله بيبقى ترويق، واهم حاجه الترويق والله يا حبايبي. قومي كده بس وما تكسليش وانت تلاقي كل حاجه في ايدك سهله وبسيطه. عندنا حماية ربنا يبارك في عمره يا رب، لو قعد معاكي كده بصي بيشجعك على كل حاجه. بصي بيخلي الشغل عندك سهل وبسيط خالص، هو وست ربنا يخليهم لنا يا رب. اهو دايما معايا مشارك معايا في كل حاجه، يقول لي قومي بس كده انوي كده ما تكسليش هتلاقي في ايدك كل حاجه سهله وبسيطه. ربنا يخليه لنا يا رب ويشفيه يا رب ويتم شفاه على خير. انا دلوقتي يا حبايبي بكنس معاكم السلم، والله ما في حاجه بتاخد وقت. يعني اللي انا عملته ده كله قدامك اهوت، انت حسيتوا ان الوقت كتير؟ لا ما خدش معايا نص ساعه.
بس عشان انا بصور معاكم فهتلاقي الوقت كتير، انما والله العظيم يا حبايبي ولا تعبت ولا في اي حاجه. ودايما بقولك بيت الراجل زي الجامع، لو خدمت فيه بذمه ربنا بيراضيك يا حبايبي. والله ربنا بيراضيك وبيسترها معاك، وبصوا ربنا بيهديلك اول. وانتوا كده مفكرين يا حبايبي يومنا خلص؟ لا، يومنا ما خلصش، في حاجات ياما كتير هعملها معاكم النهارده، بس انا ما حبيتش اصورها لكم عشان ما اطولش معاكم وتقولوا ان انا رغايه وكده. لا، بصورها لكم في فيديو تاني. دلوقتي يا حبايبي برضو بعد ما اخلص مش هقعد، لا، قومي بس كده وما تكسليش، وانت هتلاقي الشغل عندك سهل وبسيط خالص. ما تقوليش لا ده هتعب، ولا والله يا حبيبي ما في حاجه تعب. انه بس كده وقومي، وانت هتلاقي كل حاجه في ايدك سهله وبسيط. اديني بمسح معاكم السلم اهو، وعادي ولا خدش معايا اي وقت. اما بتبص للنظافه كده بتلاقي نفسك التعب كله راح، والله العظيم ما بتحس بالتعب. قومي بس كده، تعالي شغلي الفيديو معايا واتفرجي عليه. وقومي لو عندك اي حاجه عايزه تتعمل قومي اعمليها معايا يلا. وانا عارفه ان انتوا بتعملوا احسن مني، بس يعني احنا اخوات لازم نشترك مع بعض كده ونشوف فيديوهاتنا كده. صورت لكم المدخل قبل وهوريه لكم بعد، هتشوفوا الهون الاحسن. طبعا النظافه يا حبايب ادينا اهوت بصوره لكم معاكم اهو بعد ما خلصتوا. شايفين المدخل عمل ازاي بقى بينور اهوت يا حبايب. هتقعدي بقى كده وتكسلي ولا تقومي تروقي وتنضفي بيتك؟ ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك علشان يوصلوك كل الفيديوهات بتاعتي الجديده. معلش بقى يا حبايبتي انا بص طولت معاكم قوي، هتلاقيكم بتقولوا عليا ان انا رغايه. والله يا حبيبي انا مش رغايه، انا بحب بس اشارككم معايا في اي حاجه. لازم لما بشارككم معايا كده بحس براحه، وانتوا دايما معايا منورين لحياتي. يا رب ربنا يديمكم نعمه في حياتي يا حبايبي وما يحرمناش منكم. ولو وصلتوا معايا لحد هنا اشتركوا في القناه. شايفين يا حبايبي المنظر عامل ازاي؟ ادي اهو بتصور لكم المدخل اهو. شايفين المدخل بتاعنا جميل ازاي؟ ودايما الحيطان نظيفه ولازم بنضفها. اهم حاجه اهم حاجه يا حبايبي النظافه. لو بيتك نظيف هتحسي كده ان انت بصي يعني ممتلكه الدنيا كلها. قومي بس نضفي بيتك كده وما تكسليش. يلا يلا يا حبيبي شغل الفيديو كده واتفرجي عليه. ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك. معلش بقى طولت عليكم، مع الف سلامه يا حبايبي، ربنا ما يحرمنيش منكم يا رب.